شاء الله بطولة السوبر المصري هتتلعب بكرة الساعة 4 و5. أول ماتش بين الزمالك وبيراميدز المقامة في الإمارات، ودي المباراة اللي هتقام في ملعب النهيان في أبو ظبي. بينما الأهلي وسيراميكا كليوباترا هيلعبوا في تمام الساعة 8 مساء على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي. ومعلق ماتش الزمالك وبيراميدز هو بلال علام ومحمد الشاذلي على قناة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية، ومدحت شلبي هيعلق على ام بي سي مصر. لكن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اللي هيعلق عليها محمد الكواليني وعامر عبد الله على قناة اون سبورت بردك وأبو ظبي الرياضية، بالإضافة إلى فارس عوض اللي هيعلق على قناة ام بي سي مصر. تعالوا بقى نشوفوا كده تاريخ المواجهات بين الزمالك وبيراميدز، كان مين اللي فاز أكتر. تعالوا نشوف. بيقول لك تاريخ المواجهات بين الزمالك وبيراميدز، بيقول لك يدخل الزمالك متفوقا على نادي بيراميدز في المواجهات التاريخية، وسبق للزمالك لعب ضد بيراميدز 14 ماتش، بواقع 11 مواجهة في الدوري و3 في كأس مصر. الزمالك حقق المكسب على بيراميدز 5 مرات وخسر مرة واحدة بس، و8 ماتشات تعادل، ومنهم ماتشين كانوا في كأس مصر وخلصوا على بلانتيات. الزمالك كسب ماتش وبيراميدز كسب ماتش. والمواجهة الأولى بين الزمالك وبيراميدز اللي انتهت بالتعادل 3-3 في موسم 2018-2019 كانت أول لقاء بين الزمالك وبيراميدز. والماتش التاني كان في الدور التاني لدوري 2018-2019 واللي بيراميدز كسب فيه الزمالك 1-0. والماتش التالت اللي كان بين الناديين كان في كأس مصر والزمالك كسب فيه 3-0 بهدفين لبن شرقي وهدف يوسف أوباما. بعدها الزمالك كسب ماتشين متتاليين في الدوري ورا بعض، وبعدها تعادل فريقين في ماتشين ورا بعض متتاليين في سنة 2020-2021. ثم عاد الزمالك للانتصارات مرة أخرى على بيراميدز وفاز عليه بهدف واحد في دوري 2022-2023 سجله مصطفى شلبي. وآخر مباراة ليهم اللي انتهت بالتعادل 1-1 في آخر موسم ده اللي عدى، وما كانش ليه لازمة الصراحة يعني، اللي الأهلي أخد الدوري فيه. تعالوا بقى نشوفوا دلوقتي المواجهات التاريخية بين النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا كانت إيه. الأهلي وسيراميكا لعبوا بعض 9 ماتشات، منهم 8 ماتشات كانوا في الدوري وماتش كان في الكاس. والغريبة إن محققش سيراميكا كليوباترا ولا فوز في ال9 ماتشات. 7 ماتشات انتهوا بفوز الأهلي وماتشين تعادل، سجل الأهلي فيهم 20 جون، دخل فيه 4 جون بس. وكده نكون خلصنا المواجهات المباشرة وعرفنا المواجهات المباشرة أو المواجهات التاريخية بين الناديين أو الأربع أندية كانت ماشية إزاي. تعالوا دلوقتي نشوفوا لجنة الحكام أعلنت مين الحكام اللي هيديروا الماتشات. واللي هيدير ماتش الزمالك وبيراميدز هو الكابتن محمد معروف، وبيعاونوا كل من محمود أبو الرجال وهاني خيري ومحمود ناجي حكم الرابعة، وعلى الفار محمود عاشور، ويعاونه عمر فتحي. وكمان أعلنت لجنة الحكام اللي هيديروا ماتش الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وهم أحمد الغندور، وبيعاونوا أحمد حسام طه وشريف عبد الله وأمين عمر حكم الرابعا، وائل فرحان حكم الفيديو، بيعاونوا الإماراتي عيسى خليفة. غريبة دي، هم مش كانوا قالوا الحكام كلها مصريين، مش هنجيبوا حكام من بره ولا حتى أي حكم من بره؟ المفروض كانوا ياخدوا حكم برضه إيه مصر يعني المفروض. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، نستناكم في كل جديد، ما تنسوش اللايك والاشتراك. سلام.